اهلا بيكم في قناة اصل الحكاية مع حسن سعيد. في فيديو النهاردة هنتعرف على موعد مباراة النادي الاهلي ونادي سان جورج الاثيوبي في لقاء اياب دور ال 32 لبطولة دوري ابطال افريقيا 2023-2024، وهنتعرف على التشكيل المتوقع وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة للمباراة. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، لو انت متابع لاخبار النادي الاهلي واول مرة تدخل على القناة، اعمل اشتراك دلوقتي عشان يوصل ليك كل جديد. بعد فوز النادي الاهلي بثلاثية نظيفة على نادي سان جورج الاثيوبي في المباراة اللي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا، وده بعد سيطرة من النادي الأهلي على المباراة من بدايتها لحد نهايتها، ولاحت أمام لاعيبة الأهلي أكتر من فرصة محققة لهذا الشباك، لكن لم تترجم الأهداف بسبب عدم إتقان اللمسة الأخيرة وبسبب نتيجة لقلة توفيق، ومنها تصدي العارضة لهدفين محققين من تسديدة لإمام عاشور وتسديدة لرامي ربيعة. لكن في النهاية يفوز النادي الأهلي بفضل نجم الفريق حسين الشحات بعد تسجيله هدفين من تسديدتين والأروع، ويضيف نجم الفريق أحمد عبد القادر الهدف الثالث، وتخرج المباراة بثلاث أهداف نظيفة لصالح النادي الأهلي. ويلتقي النادي الأهلي مع نادي سان جورج في مباراة الإياب على نفس الاستاد، استاد القاهرة، يوم الجمعة 29/9/2023. أما عن التشكيل المتوقع للمباراة فهو كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني، في خط الوسط اليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية، في خط الهجوم حسين الشحات وبيرسيتاو ومحمود كهربا. أما عن توقيت المباراة فستقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وفي تمام الساعة 6 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، وفي تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أما عن القنوات الناقلة للمباراة فستنقل المباراة عبر قناة اون سبورت 1 المصرية المفتوحة. وبكده وصلنا للنهاية، يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد. أنا معكم حسن